بتبدأ الحكاية بلافون اللي صحي من النوم في عربيته وكان بيجهز علشان يطلع على موقع الشغل أول حاجة الصبح. العمال اللي تحت إيده كانوا بيحترموه وبيسندوه وعارفين ظروفه كويس. كانوا طايرين من الفرحة إنهم شغالين في شركة جارسيا للمقاولات، الشركة اللي بيديرها جو ومراته كارلا وبنتهم جيني. البطل بتاعنا كان بيعامل مديرينه زي أصحابه، بس برضه عامل حسابه وعامل الواجب. في اللحظة دي جيني راحت لأبوها وطلبت منه قرشين محترمين علشان تحتفل بإنها خلصت أول سنة في الكلية. جو في الأول وشه اتقلب، بس مراته دخلت في الموضوع وقدرت تقنعه في الآخر. فجأة لافون لمح عربية شكلها مريب بتركن قصاد الموقع، نزل منها 2 بلطجية وراحوا لواحد من العمال بتوعه علشان يفكروه بفلوس كان مديون بيها. بس لافون ما بيحبش الشغل العنطزة ده ومش على مزاجه، فراح ماسك جردل مليان مسامير واتحرك بضربات موزونة ومحسوبة وخلص على البلطجية دول بسرعة البرق. قبل ما يشتغل في المقاولات كان عسكري في الجيش، وبعد شوية صغيرين شوية مسلحين تانيين ظهروا وكانوا أسرع وأخطر من اللي فاتوا. لافون استعمل شوال أسمنت علشان يوقعهم على وشوشهم، وكسب وقت علشان يجيب بندقية خرطوش كان شايلها على جنب، وبمهارة مش طبيعية خلاهم ينسوا حاجة اسمها الموقع ده تاني خالص. وهو راجع لشغله جيني قربت منه وهي لسه مصدومة وقالت له إنها انبهرت من طريقة قتاله. وبعد شوية في نفس اليوم لافون راح لبيت حماه علشان يشوف بنته وياخدها يتمشوا شوية. لما وصل لقى الناس متجمعة في البيت فسأل في إيه؟ الدكتور طنش وقال له ولا حاجة، دي مجرد لمة بسيطة، واعترف بكل برود إنه نسي ميعاد زيارة لافون أصلا. وبعدين اقترح إن ماري تبات عنده، وفكروا إن لافون ما كانش موجود لما مراته ماتت، وإنه على عكس جدها مش هيكون موجود لبنته على طول. واستغل الفرصة علشان يخوفه وقال له إن ماضيه في الجيش مخليه راجل خطير. بس ماري كانت شايفة الموضوع من زاوية تانية خالص، كانت شايفة إن أبوها ده راجل عظيم وبيدلعها على طول أول ما بيلاقي فرصة. في نفس اليوم على الغدا لافون ادالها صورة ليها مع مامتها. ماري زعلت وقالت له ان جدها شال كل صور مامتها، وبمرور الوقت بقى صعب عليها تفتكر شكلها وملامحها. وكمان فضفضت وقالت له قد ايه كانت حاسة بالعجز لما امها ماتت، وازاي كانت امها بتحارب الاكتئاب سنين طويلة لغاية ما في الآخر غلبها وأخدها منها. في نفس اليوم ده لافون قابل كام محامي علشان يحاول يرجع ياخد حضانة بنته بالكامل، بس المحاميين قالوا له إن المحكمة حكمت إنه بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وإصابة في الدماغ بسبب خدمته في الجيش، وده ممكن يخليه خطر على البنت. وحذروه كمان إن حماه بيحاول يقلل الوقت اللي بيقضيه مع بنته من 2 ساعات في الأسبوع لساعة واحدة بس وتحت المراقبة. لافون قال لهم إنه حوش $10,000 علشان يدفع لمحامي جامد يقدر يساعده يرجع بنته. المحامي استغرب وسأله ليه حماك بيكرهك الكره ده كله؟ لافون شرح له إن الراجل ده بيحمله المسؤولية عن موت مراته، مع إن ده كلام فارغ، هو كان في مهمة بره لما الكلام ده حصل. وفي ليلة الجمعة جيني وأصحابها خرجوا يحتفلوا ببطاقات مضروبة في نفس الوقت اللي لافون كان مأجر أوضة علشان يبدأ يجهز ورق قضيته في المحكمة. بس الإحساس إنه محبوس في الحياة الجديدة دي كان بيزود التوتر عنده أكتر وأكتر. جيني وأصحابها كانوا مبسوطين على الآخر ومش واخدين بالهم خالص إن في كام واحد بيراقبهم من بعيد، باين إن في حد حاطط عينه عليها. لما وصلوا لبار جيني قابلت واحد اسمه جوني وكان بيحاول يرخم عليها، بس بسرعة اتضح إنه متفق مع الكام واحد اللي كانوا بيراقبوا جيني وأصحابها. لما واحدة من صحبات جيني حست إنها تعبانة جيني أخدتها على الحمام علشان ترجع براحتها. لما البنت حست إنها أحسن اتخضت لما لقت الميك اب بتاعها متبهدل، وجيني سمحت لها تظبطه قبل ما يرجعوا تاني بره. رجعت لصحباتها بس الوحوش كانوا مستنيينها خلاص. أول ما قربت منهم واحد مسكها وكتم نفسها بإيده، قاومته بكل قوتها بس مفيش فايدة، وفي ثواني الكام واحد دول خطفوها وزقوها جوه العربية. ويوم الاثنين الصبح لما لافون وصل الشغل شاف كام ضابط ماشيين خارجين من مكتب مديره، وما تأخرش كتير علشان يعرف الخبر اللي يزعل. جيني اختفت في ليلة الجمعة. يوم السبت الناس بدأت تقلق عليها، ويوم الحد بقى واضح ان في مصيبة لما ما ظهرتش في مناسبة مهمة. كارلا كانت بتعيط بانهيار وقالت للافون الشرطة مش هتعمل حاجة علشان بنت تايهة زي دي. في الأول عرض عليهم إنه هيشوف هيعمل إيه وهيدبر الدنيا، بس بسرعة فهم إن ده مش السبب الحقيقي اللي خلاهم يجيبوه. هم عارفين ماضيه ومهاراته ومستعدين يدفعوا $70,000 علشان يلاقي لهم جيني. بس لافون كان مهموم جدا ورفض، قال لهم إنه ساب الحياة دي ورا ظهره ومش مصدق إنه هيعرف يساعدهم. بعد كده لافون ظهر في بيت جون الأعمى ومعاه كام كيلو لحمة، وملحقش يدخل غير لما سهم كان هيقتله. مع إنه اتفاجئ قرر ياخد الموضوع ببساطة. مع مرور الوقت ما كانش عارف ينسى إحساس بالذنب إنه معرفش يحافظ على عين صاحبه، والإحساس ده كان بياكله كل يوم. بس جوني فكره إنه لسه عايش بفضله. جوني حس على طول إن في حاجة مش مظبوطة وضغط على لافون علشان يفضفض ويحكي له عن جيني. لما سمع قد إيه البنت دي كانت واقفة جنبه على طول وبتسنده مهما حصل فهم إن لافون خلاص أخد قراره وإنه هيعمل المستحيل علشان يرجعها. فقال له دوس يا معلم. لافون راح على بيت عيلة جارسيا ولقى العيلة متجمعة ومتضايقة. أخد كارلا على جنب وسألها عن جو، قالت له إنه قافل على نفسه في أوضة بنتهم اللي اختفت
ومتدمر خالص، وقاعد بيتفرج على فيديو قديم لجيني وهي بتعزف بيانو وقاعد بيعيط بانهيار. جو قال له ان جيني رفضت منحة دراسية في المزيكا علشان تدرس بيزنس، كانت بتحلم تكون سيدة أعمال ناجحة زيهم. ليفون حس بوجع مديره وقال له بعد ما مراتك ماتت ناس كتير اختفوا من حياتي، بس عيلة جارسيا لأ، فضلوا واقفين جنبي في كل حاجة، أنا بعتبركم أهلي. وبعد ما فكر شوية وقعدوا إنه هيرجع جيني البيت قريب، المدينة اتملت صور لجيني. ليفون رمى نفسه في البحث عنها وكان بيمشي ورا أي خيط ممكن يوصله لمكانها. أول محطة ليه كانت البار اللي شافوها فيه آخر مرة، وما خدش وقت طويل علشان يفهم ان جوني الجرسون ده متورط في شغل شمال كبير. بدأ يتحرك في المكان بهدوء ومن غير ما يلفت الانظار، ولاحظ ان كاميرات المراقبة دي ملعوب فيها. وبعدين بره في الشوارع الجانبية لمح حاجة مرمية على الأرض، واحدة من حبايات اللؤلؤ بتاعت سلسلة جيني. لما جوني قفل البار وركب عربيته ومشي، ما كانش يعرف ان ليفون ماشي وراه ومراقبه كويس. ليفون مشي وراه في الضلمة لحد ما وصل لبيته بالظبط. جوني كان غرقان في المعاصي بتاعته في الصالة وما شافش ليفون وهو بيقتحم المكان عليه زي العاصفة. كان مسلح وجاهز وقفل عليه الطريق قبل ما يعرف يمسك مسدسه، وبحركة سريعة أخد منه السلاح وبص في عينيه وقال له تعالى نلعب لعبة بسيطة، بصوت كان بارد زي التلج. وبعدين سأله فين جيني، البنت اللي واحد من رجالتك خطفها من البار. جوني ما بيرمش حتى، فضل ثابت مكانه وحلف إنها مشيت لوحدها وكانت سكرانة ومش في وعيها. ليفون ما صدقش ولا كلمة من اللي بيقوله ده، فعلشان يخليه يتكلم جره على الحمام وغطس راسه في المية مرة واحدة وخلاه يحس برعب الغرق. في الآخر جوني خاف واعترف وحذر ليفون وقال له الناس اللي انت بتلعب معاهم دول مش بيأذوا الناس بس، دول بيمسحوا عائلات كاملة من على وش الأرض. بس ليفون كان قافل دماغه ومش فارق معاه مين هم. فجأة نور عربيات نور بره وأصوات بتنادي على جوني. جون استغل الفرصة وصرخ بأعلى صوته علشان يفهمهم إن في حاجة غلط. اللي جم دول كانوا مسلحين، بس ليفون كان ثابت ومحافظ على هدوءه، ومن غير تردد فتح الباب واستخدم جوني كدرع بشري وصد كل رصاصات كانت متوجهة ليه. وفي وسط الفوضى دي ليفون قضى على المتسللين، وأول ما شاف الوشم بتاعهم فهم اللعبة كلها. كده يبقى هو بيتخانق مع مافيا روسية. وقبل ما يمشي لما كل رزمة فلوس قدر يلاقيها، بس ما بعدش كتير، عارف إنها مسألة وقت قبل ما رئيس جوني يظهر. ولما وولو ورجالته وصلوا حاولوا يعرفوا ايه اللي حصل. واحد منهم اقترح ان ده سوء تفاهم وخرج عن السيطرة، بس وولو اللي ما بيعرفش يصبر كان متأكد ان دي سرقة، خصوصا لما اكتشف ان فلوسه اختفت. كانوا فاكرين ان مفيش عبيط هيسرقهم، بس وولو لمح حاجة تقلق، الأسلحة اللي استخدمت في الهجوم اختفت، وده بيثبت كلامه. في نفس الوقت ومن مكان بعيد وآمن، ليفون كان بيتفرج على فريق تنظيف محترف بيوصل علشان يمسحوا أي أثر للي حصل، وبسرعة كتب أرقام الشركة دي. بس في اللحظة دي تليفونه رن، كانت ماري اتصلت علشان تسلم عليه، بس هو بصوت هادي قال لها انه مشغول في الشغل. أول ما الروس مشيوا ليفون مشي وراهم على أمل انهم يوصلوا لجيني على طول. المجرمين وقفوا قصاد قصر كبير وكانوا مشغولين بفلوسهم اللي اتسرقت، لدرجة انهم ما اخدوش بالهم ان في حد بيراقبهم من بعيد. الراجل اللي كان عسكري ده كان بيراقب كل حركة جوه القصر، وشاف وولو متوتر جدا من الضغط اللي عليه، فراح مطلع غضبه على مراته وضربها بالقلم. لحظات بعد كده هي خرجت متعصبة وزعلانة، وليفون استغل الفرصة ودخل من غير صوت، بس كاميرات المراقبة صورت كل خطوة خطاها، بس هو ولا همه. ليفون استنى وولو وقعد يشرب قهوة وهو مستني الراجل يصحى، عمل لنفسه سندوتش وأخد وقته براحته. ولما وولو فاق في الآخر لقى نفسه متكمم ومربوط في كرسي جنب حمام السباحة. ليفون حط القواعد، هو اللي يسأل وولو هيجاوب، ولو ما عملش كده يبقى هياخد حمام إجباري. الروسي حاول يخوفه ويفكره هو مين وإيه اللي يقدر يعمله، لكن ليفون قال له في وشه انه عارف كويس هو بيتخانق مع مين ومش مهتم. وولو قعد يهدد وتوعد انه هيعذب كل واحد ليفون بيحبه، ودي كانت غلطة كبيرة منه. ليفون فهمه انه مش جاي يلعب، وعلشان ما يحصلش اي لخبطة قال له انه مش حرامي وفلوسه دي مش فارقة معاه في حاجة، هو بس بيدور على بنت. وولو اللي كان لسه دايخ وطلب تفسير، ليفون وضح له وبسط له الموضوع، قال له ان في واحد خطف بنت عندها 19 سنة من البار، والخبر ده حتى زعزع زعيم العصابة. ليفون بكل وضوح قال له انه جاي علشان ينقذ البت دي وبس، بس وولو مش قادر يستوعب انه قضى على كل رجالته علشان خاطر مجرد واحدة ست، وبرضه رفض يتعاون. ليفون كتفه وقال له خلاص تبقى تستمتع بالبسين شوية. وبره الراجل اللي كان عسكري ده سجل المكالمة كلها، كل كلمة حتى الشتايم الروسي، والتفصيلة الصغيرة دي وصلته لاسم جديد ديمي. وبعد شوية صغيرين نفس فريق التنظيف وصلوا القصر وولو، ومعاهم سيمون زعيم المنظمة وأخو اللي مات. وهو بيبص على المنظر فهم بسرعة إيه اللي حصل، في مجنون مجهول ما عندوش ذرة خوف من الموت
اقتحم القصر وقضى على راجل ليه قيمته زي اخوه، وعلى عكس ابنه اللي بيكرهه علشان ما طلعش غير عيل طايش وبيدور على الاثاره وما بيفهمش في البيزنس، سيمون شايف ديمي ده كواحد بيلطخ تاريخ ابوهم، وده شيء مش هيسمح بيه ابدا، وامر رجالته يدوروا على ديمي ويجيبوه له. وفي نفس الوقت جيني كانت لسه عايشه، بتحاول بكل يأس تقنع اللي خاطفينها يسيبوها، بس هم زهقوا منها وقفلوا الموضوع وفهموها كويس انهم مش هيتحركوا من مكانهم. وتاني يوم الصبح لافون اللي دايما سابق بخطوه اتصل بصاحبه اللي شغال في وزاره العدل الامريكيه ومحتاج معلومه عن ديمي، واللي طلع ليه علاقه بمسؤولين كبار في الجيش. وصاحبه جاب له العنوان، بار قذر تحت الارض بيتاجر في حاجات روسيه ممنوعه. وفي نفس الليله لافون وصل للمكان وكان متغرق بكاميرات المراقبه، وفعلا بيشوفوه وشافوا السلاح اللي معاه في جيبه، وهم لسه هيطردوه بره طلع رزمة فلوس، ودي كانت التذكرة بتاعته للمنظمة الVIP في النادي، واللي أخيرا بقى وشه في وش داتش. لافون عمل نفسه هادي ومثل إنه بس بيدور على شوية بودرة، بس رجال الداتش دول مش عيال صغيرة، بدأوا يشكوا إنه ضابط شرطة وأمروه يفضوا جيوبه، بس لافون ما اتحركش، فراحوا هم اللي اتحركوا بداله وكانوا ناويين يعلموه الأدب. ودي كانت غلطة كبيرة منهم، لأن لافون ضرب بسرعة وبوحشية وبدون رحمة، والخناقة اتحولت لمنظر عنيف بمعنى الكلمة. سرعته وقوته وتحمله وكل حركة كانت بتكشف تدريبه. صرخات الوجع كترت لحد ما داتش اتصدم واتدخل أخيرا وقال خلاص كفاية بقى. هو كده فهم إن لافون مش ضابط شرطة، ده مجرد راجل شغال. وبرضه داتش عرف من طريقة قتاله إنه كان عسكري. ومن المنظور الجديد ده الرجالة قعدوا يتكلموا في الشغل. لافون وضح له اللي هو عايزه، هو محتاج 2 كيلو من المنتج علشان يوزعهم زي ما هو شايف، فادوله المكان اللي هيروح يستلم منه البضاعة. وتاني يوم وصل الكافيه المتفق عليه علشان ياخد البضاعة، بس بعد ما دفع الفلوس قالوا له انهم محتاجين يتعرفوا عليه اكتر قبل ما يسلموا اللي هو عاوزه، وده خلاه يتخنق ويتنرفز من تضييع الوقت ده ومشي. بس بعد شوية صغيرين جاله تليفون من داتش وفهموا انهم حطوا المنتج في الكرسي بتاعه من غير ما ياخد باله، ودلوقتي والبضاعه في ايده لافون ركن على جنب علشان يخلص منها. مع حلول الليل خاطفين جيني استقبلوا زبون بيدور على شويه متعه وهي لسه فاقده الوعي، بس بسرعه فهموا انها كانت بتمثل انها نايمه، علشان اول ما شافت فرصه هجمت على الراجل وغرزت اسنانها في وشه وقطعت حته من خده. في نفس الوقت البطل كان مستمر في تجميع المعلومات علشان يلاقيها لحد ما جاله تليفون من داتش، واللي كان ظاهر على الوش انه بيطمن وبيسأل اذا كان المنتج عجبه ولا لا، بس في الحقيقة هو بيدعوه لاجتماع حصري مع شوية ناس ليها نفوذ، والمناسبة دي هتقربه اكتر من هدفه. هو كده بالتدريج بدأ يكسب ثقة تاجر المخدرات ده، فبنشوف لافون بيجيب لنفسه بدلة وبيروح المكان من غير سلاح، وسلم على داتش اللي كان قاعد مع ناس تانية، وطلع كام ورقة فلوس علشان يثبت انه جاي يعمل بيزنس، وحاول يعجل الدنيا علشان يبدأ يتفاوض. بس في اللحظة اللي ديمي اتقدم كل طريقة كلامه اتغيرت. هو دلوقتي وشه في وش الراجل اللي ورا خطف جيني، وبرضه عارف انه لازم يحافظ على هدوءه، فقدم نفسه باسم مستعار ومعاه رخصة بتثبت كلامه. وما ضيعوش وقت في التأكد من هويته، ديمي حذروا انهم عملوا الواجب معاه وعرفوا عنه كل حاجة، وحتى انهم عارفين انه لسه مأجر عربية. وبأسئلة ما بين الفضول والتهديد حاول يعرف إذا كان لافون جاي يتفاوض فعلا ولا جاي يدور على المشاكل. بس بعد ما فحصه كويس وفهم إنه بيتكلم مع راجل بجد، ديمي هدي وحتى عرض عليه فرصة إنه يوسع البيزنس بتاعه لو كان مهتم. وبعد ما الاجتماع خلص البطل رجع بيته علشان يخلص من البضاعة اللي أخدها. بعد كده وهو مكمل تحقيقاته فحص كام صورة لجيني ولاحظ وجود راجل باين انه بياخد لها صور، وبعد شوية بص على تليفون جوني ولقى محادثات بتكشف مكان فايبر الخاطف الأساسي. ومع حلول الليل رجع البار تاني يدور على الراجل ده، ووجوده ما لفتش النظر. وبعد شوية صغيرين المافيا الروسية ظهرت علشان تقضي عليه، بس عرف يهرب بسرقة موتوسيكل، والمطاردة اشتدت ورجالة العصابة بدأوا ضرب نار مش منتظم وهم بيتفادوا الحواجز اللي بيتفاداها. فجأة لقى نفسه محاصر والموتوسيكل بتاعه اتدمر في الآخر لما خبط في عربية شرطة قطعت عليه الطريق. بس بسرعة فهم ان الضباط الفاسدين دول شغالين لصالح المافيا، وقبل ما يلحق يعمل اي رد فعل الضباط كبسوا عليه وثبتوه واخدوه علشان يركبوه عربية فان. رجالة وولو ما دوخوش نفسهم في الأسئلة عن ازاي يعرف ديمي، ووضحوا له وضوح الشمس انهم بيكرهوه. وولو كان عمهم ومن غير ذرة رحمة عرضوه لتعذيب وحشي، وكانوا بيتخانقوا هيعملوا فيه ايه بعد كده. بس لافون استغل فرصة وشن هجوم في محاولة يأسة للحرية، وفي الفوضى ضرب نار اندلع وخلى السيطرة على الفان أصعب، حول الخناقة جواها لأكتر وحشية. والروس كانوا يأسين علشان يخلصوا عليه بأي تمن، فراحوا داخلين عليه بكل اللي عندهم. بس في تهورهم ده في الآخر جرحوا السواق جرح خطير، والعربية انحرفت ناحية حافة النهر. ومن غير تضييع وقت لافون قضى على باقي رجالة العصابة وبسرعة خلص من الأدلة وغرق الفان في أعماق المية.
في نفس الوقت سيمون كان مهموم على موت أولاده وبيندب حظه على نهاية نسله، والغضب كان أكله فدعا لمجلس حرب. وفي مكان تاني أرتيميس وفايبر كانوا بيقابلوا ديمي، وكان بيزعق لهم علشان ما عرفوش يسيطروا على جيني، والزبون اللي عطته احتاج 36 غرزة علشان وشه يرجع زي ما كان. الروسي اتغاظ وسألهم انتوا فاهمين يعني ايه شغل اصلا؟ وظيفتهم الوحيدة كانوا يرضوا الزبون مش يقطعوا وشه، والغلطة دي كلفته 200,000 دولار. وهو متغاظ فهمهم ان الزبون ده وهو شخصيا عاوزين البنت دي تتشال من على وش الارض، والقتلة المأجورين بتوعه خلاص بيجهزوا علشان يخلصوا عليها نهائيا. وفي نفس الوقت سيمون كان بيعقد مجلس الحرب وبيحذرهم من الخطر اللي هم داخلين عليه. ده وحش قضى على رجالة مهمين ومن ضمنهم أولاده، وهم كانوا مصممين ينهوا الموضوع. أكدوا له إن أحسن رجالتهم هيبقوا تحت أمره علشان يقضوا على التهديد ده مرة واحدة وللأبد. وفي حفلة ديمي عمه سيمون اقتحم المكان بالكتيبة بتاعته، وكان جاهز يجبره على مواجهة عواقب أفعاله، وفهمه إن أبوه وولو اتقتل في حمام السباحة بتاعه على ايد واحد واطي، وكمان اخد ارواح اولاده. ديمي اتصدم ووضح انه ما كانش يعرف اي حاجة عن الموضوع ده علشان العيلة بتعامله كأنه وباء وعمرهم ما بيقولوا له على حاجة. ولما وراله صورة المتهم عرفوا في ساعتها ده واحد من زباينه الجداد، وافتكر انه اتقابل مع المشتري الموثوق فيه ده 5 دقايق بس، وحتى ورى عمه بطاقة الهوية بتاعته، وعمه وضح له ان الغريب ده كان بيصطاده حتة حتة. وبالمعلومات دي عرفوا يوصلوا لبيانات لافون، واللي كان عسكري بحرية بريطاني سابق، وعرفوا يحددوا الناس اللي ليها علاقة بيه. بس المشاكل لسه ما وصلتلوش بشكل مباشر. وبعد شوية صغيرين استقبل مكالمة فهمته انه بنته ماري لسه في المدرسة علشان ما فيش حد راح ياخدها، وده قلقه علشان حماه دايما ملتزم في ميعاد توصيلها للبيت. واكتشف سبب غيابها، البيت كان بيولع نار، واتخض وقال لبنته تستنى في العربية وهو هيدخل يشوف حماه. وبشجاعة لافون دخل وسط الدخان والنار لحد ما لقى الراجل العجوز مرمي على الأرض ومربوط ومحبوس وخلاص هيتخنق. ومن غير تضييع وقت سحبه بره البيت، ولما بقوا في أمان الراجل العجوز سأله مين السبب، ولما اكتشف ان عصابة المافيا الروسية هم اللي بيدوروا عليه، الراجل العجوز زعق للافون انه جاب لهم العنف وحطهم في خطر. بس من غير اي دفاع ماري اتدخلت وفكرته انه بالرغم من كل حاجة ابوها كان ممكن يسيبه هناك، بس هو اختار انه ينقذه. ولما السلطات وصلت وجات له المساعدة الطبية، في الاخر الراجل العجوز وافق انه يسيب لافون ياخد باله من ماري علشان الشرطة مش هتقدر توقف مافيا قوية زي دي. فبطل قصتنا قرر ياخد بنته البيت جوني الأعمى، واللي ماري عرفته بانه الراجل الاعمى اللي مش عارف انه اعمى. واول ما وصلوا جون استقبلهم بالاحضان، ومن غير لف ودوران سأل لافون اذا كان اتورط مع ناس غلط علشان الوضع بدأ يقلق، وهو عارف ان هو اللي زق لافون علشان يلاقي جيني. سأله اذا كان لافون متخيل انه فعلا هيعرف يجيبها. بالنسبة للافون الخطة ما اتغيرتش، هو مصمم يرجعها البيت مهما كلفه الامر. من وجهة نظره احسن حل انه يسأل ديمي هي فين، وجوني من غير تردد عرض مساعدته ووراه ترسانة الأسلحة بتاعته المتنوعة واللي كان محافظ عليها كويس. ومن بينهم لفت نظره سلاح معين وسماه السلاح الأصلي لفرسان نهاية العالم ال4. ومع إن لافون ما كانش متحمس للفكرة وافق يستخدمه، وقبل ما يمشي ملى العربية أسلحة وودع بنته وقال لها إنها هتغيب من المدرسة كام يوم. وماري حست إن في حاجة غلط وترجته يرجع، وقالت له إنها ممكن ما تشوفوش تاني أبدا. وعلشان يوريها إنه بيتكلم جد أبوها ادالها النيشان بتاعه ووعدها إنه هيرجع في أقرب وقت. وفي نفس الوقت جيني كانت مسافرة في عربية مع فايبر وأرتمس، وكانت عارفة كويس إن نهايتها قربت، وهي يأسة بدأت تصلي علشان ربنا ينجيها. بس الست فهمتها إن ربنا تخلى عنها من زمان، وهي بتفكر في طريقة تخدر بها جيني. البنت عرفت تشوط المسدس بتاعها وتسببت في فوضى برضه جوه العربية، والعربية فقدت السيطرة واتقلبت والإيرباجات اتفتحت. وجين استغلت الارتباك وهربت وجريت ناحية الغابة الضلمة الواسعة اللي حواليها. فضلت تجري من غير ما تترعش حتى من صوت الرصاص اللي بيرن حواليها، وفي يأسها فكت ايديها من القيود، وده زود احباط الخاطفين اكتر، وهم عارفين انها لو هربت هم اللي هيرجعوا السجن. بس هروبها ما جابش ليها الراحة، هي دلوقتي تايهة ومفيش حد يساعدها تخرج من الغابة. في اللحظة دي لمحت دورية شرطة معدية، ومن غير تفكير جريت ناحيتهم بأقصى سرعة. بس بعد شوية صغيرين فهمنا انها عملت غلطة، دول نفس الضباط الفاسدين اللي شغالين لصالح المافيا الروسية. وفي ساعتها جيني قدمت نفسها بالاسم الكامل وقالت لهم انها مخطوفة من كام يوم، والضباط طمنوها انهم هيساعدوها توصل لبيتها. بس اول ما ركبت عربية الدورية لاحظت انهم بيبعدوا عن الطريق، وبدل ما ياخدوها للأمان أخدوها على بيت في عمق الغابة، هناك هتتحبس تاني. والضباط اعتذروا عن اللي اضطروا يعملوه، في حين ان أرتميس وفايبر كانوا مستنيينها وقرروا ينهوا كل حاجة في ساعتها علشان يخلصوا من الكابوس ده مرة واحدة وللأبد. بس في اللحظة دي بالظبط استقبلوا مكالمة، وده نفس الزبون اللي جينا عضته،
وعاوز يتأكد إنها لسه عايشة، وهو مهتم جدا يقضي معاها ليلة تانية، وطلب إن هي تتسلم له زي ما هي مقابل $1,000,000. وفي نفس الوقت لافون وصل علشان يزور ديمي اللي كان على آخره من الرعب ومخنوق من الضغط والخوف، وحاسس إنه بيطارد زي الحيوان لأن وحش بريطاني بيجري وراه. وهو يائس كان بيحاول يخبي كل ثروته في شنطة علشان يهرب، وما كانش واخد باله إن الخطر خلاص بيقرب منه. لافون المصمم إنه يوصل لديمي مهما كانت العقبات، بدأ بشكل منظم يقلل أفراد الأمن اللي بيحموا المكان، وما كانش مهتم بالأرواح اللي بيموتها ولا بوحشية هجماته. ووجوده بقى محسوس بقوة لما فجر عبوة ناسفة علشان ينفذ مهمته، بس ده ما بطأهوش، وهجم عليهم واحد ورا التاني وقضى على كل حارس وكل تابع للروس، وكان بيشق طريقه من غير رحمة. في الآخر لما لقى نفسه محاصر قرر يستخدم اللي معاه كتمويه علشان يسهل هروبه. بس بطل قصتنا ما كانش مهتم بالتفاوض، ومن غير تردد أمر البنت تاخد أي فلوس هي عايزاها وتختفي. وبعدين بص على ديمي وطلب منه يقول له مكان جيني فين. في الأول ديمي عمل نفسه ما يعرفهاش، بس في الآخر عرض ياخده ليها مقابل إنه يسيبه عايش، واتفقوا على الصفقة دي خلاص. وفي الطريق ديمي سأله عن دوافعه، وقال له ليه بتخاطر بكل ده علشان بنت ما تعرفهاش. وكلامه زود غضب لافون أكتر، واللي فهمه كويس انه ما يغلطش فيها ابدا قدامه ويحترمها. ولما وصلوا الروسي اكد له ان جيني موجوده في المكان ده، في مكان في عمق الغابه، وكشف له كمان ان خطفها ما كانش خطته، بالعكس البنات بيتم اختيارهم من الزباين، وفايبر هو اللي بيتولى كل التفاصيل. ولما لافون واجهه واتهمه انه بيلعب بحياه الناس كانهم مجرد اشياء، ديمي رد ببرود وفكروا ان الدنيا مكان وسخ، وانه لو ما عملش الخدمات دي حد تاني هيعملها. وقبل ما يدخلوا زعيم العصابه ساله تاني ليه بتخاطر بكل ده علشان بنت بسيطه، بس لافون ما ردش تاني. هو عارف ان ديمي عمره ما هيفهم علشان ما عندوش اولاد يعاني علشانهم. وبعزيمه البطل جهز نفسه بكل قوه النيران اللازمه وتسلل للمكان اللي فيه احتفال. وفي نفس الوقت جيني كانت حاسه ان في مصيبه جايه، وكانت قاعده على البيانو وبدات تعزف للمره الاخيره. ما كانتش واخده بالها ان منقذها خلاص بيتحرك في الظل وجاهز علشان ياخدها للبيت. وفي نفس الوقت داتش وصلت له الاخبار واتخض وامر رجالته يتحركوا فورا علشان يحتووا المشكله ويتفادوا الحراس وافراد الامن. ولافون كان بيتحرك بمنتهى الدقه وبيخطط لكل خطوه علشان يقضي على اي حد هيقف في طريقه. وفي نفس الوقت جيني اتخذت لاوضه علشان تتسلم للراجل اللي عضته في وشه، والراجل قطع اجتماعه بسرعه ووقف يبص عليها كويس، وكان مستمتع باللحظه قبل ما يمسك سكينه حاده. بس قبل ما يقدر يأذيها انفجار هز المكان كله وكشف عن وجود الوحش اللي قضى على المافيا الروسيه. وفي وسط الدخان والفوضى بنشوف لافون بيقضي على اي حد بيحاول يقف بينه وبين جيني، وما كانش بيسيب حد واقف على رجله. بس وصول رجال داتش عقد الدنيا اكتر علشان هم مبعوتين علشان يقضوا عليه، بس مهما حاولوا يوقفوه لافون ما كانش بيتزعزع في مواجهه اي هجوم. في الاخر داتش بنفسه ظهر علشان يواجهه، وعلى عكس الباقيين ده خصم محترم وبمهارات وقدرات تقارن بقدرات العساكر. هو كمان كان في الجيش في فتره من الفترات، وقبل ما يخلص عليه لافون وضح له ان خناقته عمرها ما كانت معاه. واللحظه حتى بان انه ندم على العنف اللي ملوش لازمه. لما سمع صرخه من صرخات جيني اتحرك فورا علشان يوصل لها وقضى على اللي كانوا ماسكينها بحركات بسيطه، وخلص على فايبر في ثواني، في حين ان جيني عملت اللي عليها علشان تسيطر على ارتميس برجليها. واول ما اتحرروا بطل قصتنا حاول يهرب، بس اتقبض عليه على ايد الرجاله اللي شغالين مع سيمون، واللي ما كانوش يعرفوا ان في ضباط شرطه شغالين لصالح المافيا، فقرروا يقضوا عليهم هم كمان. والرجاله فضوا خزنتهم علشان يخلصوا على لافون، بس هو فتك بيهم بسهوله وسمح لهم يهربوا. ومن موقعه سيمون كان بيتفرج عليهم وهم بيبعدوا على موتوسيكل، وما كانش في ايده حاجه يعملها، وبلغ اعضاء مجلس الحرب ان الراجل هرب، بس هم فهموه ان ده مش موضوعهم علشان هو كده كده خلاص مش هيرجع، ما بقاش ليه سبب تاني انه يرجع. وسيمون وضح لهم انه مش ناوي ينسى وش الراجل اللي اخذ ارواح اولاده، وما سابش الباقي الاخوه اختيار غير انهم يتحركوا ويهددوه بانهاء حياته، وما ينفعش يسيب نفسه يتاكل من تعطشه للانتقام. ولما جيمي وصلت بيتها في الاخر اهلها كانوا طايرين من الفرحه انهم شافوها عايشه، والعيله كلها عبرت عن امتنانها الشديد للافون على جهوده اللي ما تتقدرش بتمن. ولما بطل قصتنا رجع مع بنته، البنت الصغيره استقبلته استقبال حار وكانت طايره من الفرحه انه رجع بالظبط زي اصحابه دلوقتي. لافون كان حاسس بالاكتفاء التام وراضي عن نفسه علشان عرف يرجع جيني للبيت، وابتسم وهو بيسمع بانتباه لحكايات بنته. ودي نهايه الفيلم، ونتقابل في تلخيصه جديده، وشكرا للمشاهده.